كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية السابقة تفاصيل عن تجربتها الشخصية، وذلك بعد تورط ابنها بجريمة قتل راح ضحيتها 2 من أصدقائه في أمريكا في قضية شغلت الشارع المصري في عام 2022. وألقت الوزيرة المصرية كلمة مؤثرة لأول مرة حول تجربتها الشخصية مع ابنها نتيجة معاناته من مرض نفسي وهو الفصام الشيزوفرينيا، وذلك في الجلسة الخامسة لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، والذي عقد بالإمارات تحت عنوان الوصمة والصحة النفسية. والفصام هو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع، ويمكن أن يؤدي إلى مزيج من الهلوسة والتوهم والتفكير والسلوك الغير منظم. وتابعت ابني اسمه رامي ترك مصر وذهب أمريكا كي يدرس. ابني شاب نابغ لكنه للأسف مريض بمرض نفسي وهو الشيزوفرينيا، تورط في جريمة نتيجة لمرضه النفسي، وهذا الأمر كان صدمة كبيرة. رغم أني كنت وزيرة وبساعد كل الناس، فجأة أصبحت أحتاج إلى المساعدة، وعندها حصل لي صدمة ثم انهيار ثم الاستسلام بأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وأراد لي هذا الابتلاء. وتابعت وقتها كان لابد وأن أظهر قوية أمام ابني، لكن المرأة هي عمود البيت. وبالمناسبة أنا بعد الحادثة طلبت الاستقالة من الحكومة لسببين: أولهم أنني لا أريد أن أعرض بلدي لأي نقد وتنمر، خاصة وأنني مسؤولة في الحكومة، وأقسمت القسم واليمين على حماية مصر والحفاظ عليها. والسبب الثاني هو أنني كنت أريد أن أقف بجوار ابني. كما أشارت الحق يقال، عندما تقدمت بالاستقالة الرئيس السيسي رفضها، وكان حريص جدا على أني أكمل في الحكومة، ولكن بعد 5 أو 6 شهور خرجت من الحكومة بكل كرامة ومحبة من القيادة السياسية في مصر. وتابعت السفيرة نبيلة مكرم. لهذا السبب أنشأت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، لأني اكتشفت أن ابني كان مريض وهو عنده 10 سنين، وأنا ما فهمتش وما كنتش عارفة، لأنه كان خايف يعبر ويحكي قصة مرضه، وظل المرض كامن فيه حتى كبر. لذا فلا بد من معرفة ماذا يفكر أولادنا في مراحل حياتهم. واختتمت نبيلة مكرم: أنا أم وهقف جنب ابني ومش هسيبه إلا لما يرجع بالسلامة لبلده. ووعدكم إن المؤتمر القادم هجيب رامي بنفسه ويحكي تجربته بعدما نعبر هذه الفترة العصيبة. وأود التأكيد على أنني أؤمن بمبدأ الشكر وقت الابتلاء، وأنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى وأثق إنه هيكرمني أنا وابني حتى تزول الغمة. الجدير بالذكر إن الجريمة وقعت صباح يوم الثلاثاء 19 إبريل 2022، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم نجل الوزيرة داخل شقة الضحيتين مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما الوزيرة السابقة فقد خرجت من منصبها في تعديل وزاري أجري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مصر في أغسطس الماضي.